لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا. ازيكم يا اجمل واحلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنه وانتم طيبين وبخير وصحه وسعاده يا رب، وينعاد عليكم الايام بخير. واللي بيحلم ان هو يروح يزور الكعبه ويزور بيت ربنا، يا رب حقق له امنيته واحلامه يا رب. والسنه الجايه يا رب كلكم تكونوا على جبل عرفات. تعالوا نشوف بقى يوم الوقفه بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين وبخير. عملنا ايه بقى؟ عملنا الفته الجميله واللحمه وروايح العيد الجميله قوي دي. تعالوا نشوف بقى. عملت كده الرز معاكم وعملت اللحمه، طبعا مش محتاجين شرح ولا تفصيل. تعالوا نشوف بقى طريقة اللحمة الجديدة دي كده طلعت نص اللحمة، نصها اعملها بصلصة ونصها اعملها بالطريقة دي. جبت كده بصلاية متقطعة جوليان ودبلتها بفلفل اسمر والسبع بهارات وشوية من الملح، ونزلت بيها كده بحتة سمنة على النار بشوح فيها كده، يعني اخلي البصلاية تدبل بس، وانزل عليها بالفلفل الالوان متقطع جوليان. دي الطريقة اللي بيقولوا عليها ايه، زي لحمة الطباخ. الطريقة دي تحفة قوي، واللحمة بتاعتها طعمها جميل جدا جدا، وتغيير يعني مش كل مرة لحمة بصلصة، نغير شوية. عملنا نصها كده ونصها كده. أدبل كده الفلفل مع البصل، وانزل عليهم باللحمة، وازودهم كده كبشة من الشوربة، واخليها كده تغلي على النار غلوة واحدة، واقوم مدخلاها الفرن. شايفين الرز بتاعي استوى ومفلفل ازاي؟ ما شاء الله. انا كنت عاملة كمية علشان يوم الوقفة احنا بنعزم بنات عم جوزي وكده، وبنسهر بقى لغاية الصلاة، وبيبقى يوم جميل قوي. شايفين الشوربة؟ ما شاء الله اللهم بارك. احط بقى دي اللحمه اللي كانت في الشوربه احطها ايه في الصلصه. انا خدت نصها عملته بالطريقه اللي فاتت، دخلتها الفرن، واحط دي كده في الصلصه. وعملت الرز لسه كده فاضل لي التومه. وعملت شربات عشان هنعمل كده صينيتين حلويات عشان طبعا بعد الفطار. واعمل كده الرقاق معاكم. بحط الصينيه القعر بتاع الصينيه كده، واحط فيه سمنه، وباللي بقى الرز زي ما انتم شايفين كده في شوربه سخنه، وبين كل رق والتاني هحط سمنه. وارص الرقاق، برص 4 رقاقات، وبحط اللحمة و4 رقاقات تاني. العدد ده اللي انا بحطه في الصينية ده بيخلي صينية الرقاق مظبوطة جدا، ولا عالية قوي ولا رفيعة. كده انا عملت ال4 رقاقات معاكم. احط كده في النص اللحمة، وارجع اعمل ال4 رقاقات التانيين. وهنا كده بوريكم اللحمة وهي في الفرن شكلها عامل ازاي. طعمها كان اللهم بارك تحفة جدا. والبصل والصوص بتاعها ده طبعا بيتاكل مع الرز. كده انا عملت صينيتين رقاق ودخلتهم الفرن، والحلويات كانت معمولة معايا اهي وبتبرد.
كده اخر حاجة بقى التومة بتاعت الفتة. طبعا الصلصة معمولة، انا حاطة فيها اللحمة، هاخد منها واحط على الطشة بتاعت الفتة. يعني مش هعمل لها صلصة مخصوص ولا حاجة، انا كده كده عاملة الصلصة، هاخد منها بس عملت لها تومة بخل اللي هي بتاعت الفتة يعني. وادي العيش متكسر معايا اهو، هبله بالشوربة، هسقيه الشوربة عشان احضره ايه للغرف على طول. صينية الرقاية اتعملت معايا، انا بحطها في الفرن، بسويها في الفرن اريح لي ما اقعد الفها على البوتاجاز، وطبعا على البوتاجاز بتستوي في ثواني، بس انا كده اريح. هوريكم دلوقتي لونها، شايفين؟ اللهم بارك. هقلبها بقى وادخلها تاخد الوش التاني. الصينية التانية بقى قدر الله ما شاء فعل، جاية وانا بقلبها الحتة سخنت مني والصينية مسكت في ايدي ووقعت اتقلبت على الارض. بس ايه رأيكم؟ مفيش ولا رقاية لازقة، لكن قدر الله ما شاء فعل اتلسعت وايديا اتحرقت من الصينية وانا بقلبها وكده. عشان كده خدوا بالكم، امسكوا قماشة او فوطة تقيلة وانتوا بتقلبوا الصينية بتاعتكم. هنا كده نبتدي بقى نغرف. طبعا المغرب اتدنت علينا واحنا لسه كنا هنغرف. فعلى ما طلعت بقى حضرت الاكل، وعلى ما طلعت اصوره لقيتهم بالهنا والشفا ايه قاموا بالواجب والزيادة. كل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب كده متجمعين في الخير، ودايما كده منورينا كل وقفة، والوقفة ما بتكملش غير بيكم. وهنا بوريكم بقى ان البنات فرحانين بالعيد وعاملين حفلة بقى علشان كان صباح العيد بقى، واحنا طبعا بنقضي ليلة الوقفة ما بننامش خالص. قلت اصور لكم بقى الهيصة والمهرجان اللي هم كانوا عاملينه ده. كل وقفة عيد كبير واحنا مع بعض يا حبايبي، وطبعا العيد ما بيكملش غير بيكم. كل سنة وانتم طيبين.